أهلا بيكم في راديو حكاية. معاكم سارة رشاد وبرنامج في بيتنا طفل. هنا هنحكي ونسمع ونتعلم ازاي نفهم ولادنا ونقرب منهم أكتر بخطوات بسيطة وحكايات من قلب كل بيت. يا ترى حصل معاكم قبل كده إن ابنك يزعق فجأة لمجرد إن لعبة وقعت من إيده؟ أو بنتك تعيط جامد عشان رفضت لها طلب صغير؟ طب إيه اللي بيخلي الطفل يتعصب بسرعة كده؟ وإزاي إحنا كأهالي نتصرف في المواقف دي؟ الطفل العصبي مش دايما بيكون شقي أو عنيد، ساعات هو مش عارف يعبر عن مشاعره غير بالعياط والصريخ. طب إيه الحل؟ أول حاجة نحافظ على هدوءنا، عشان لو اتعصبنا إحنا كمان الموضوع بيكبر. تاني حاجة نفهم السبب ورا ده، يمكن يكون جعان، مرهق، متضايق من حاجة صغيرة. تالت حاجة نعلمه إن هو يعبر بالكلام، نقوله قول أنت متضايق من إيه بدل ما تصرخ. كمان نساعدهم يفرغوا طاقتهم في حاجات زي اللعب والجري والرسم. وآخر نقطة نمدحهم لما يهدوا، عشان يعرف إن التصرف الهادي بيخليهم ياخدوا التقدير. الطفل العصبي مش محتاج عقاب، هو محتاج نفهمه ونساعده يسيطر على مشاعره. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة في راديو حكاية. كنت معاكم سارة رشاد وبرنامج في بيتنا طفل. دايما خلي بينك وبين ولادك مساحة حب واحتواء. نشوفكم على خير في الحكاية الجاية.